السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتاح قلب الزوج بيد زوجته وبلسانها. فالزوجة التي لسانها طيب وكلامها معسول ورقيق وناعم ولطيف تتودد لزوجها وتتقرب إليه بالكلام الطيب، والله إنها تأسر قلب زوجها ولا يكاد يرى غيرها ولا يفكر بسواها. فهذه هي الزوجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها أسرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. هذه هي الزوجة الصالحة التي تهتم بزوجها ولا يسمع منها إلا كل ما يسر خاطره. وأما الزوجة الثانية التي لسانها شديد وسليط، لا يكاد يخلو ليلها ونهارها من سب وشتم وصراخ وصياح ورفع للصوت ومعاندة وقلة للأدب، فهذه الزوجة لا يريد زوجها أن يراها، ويكاد لا يريد ولا يحب أن يسمع نفسها في المنزل، يبتعد عنها ويتهرب منها ولا يريد أن يجالسها ولا أن يحادثها أبدا. فالزوج ينفر من الزوجة التي لسانها سليط وصوتها يسمعه القريب والبعيد، التي تناقره مناقرة الديك للديك، وترفع صوتها عليه وترد عليه الكلمة بكلمة أو الكلمة بعشر. فهذه الزوجة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، مهما كان جمالها وحلاوتها ورشاقتها، إن الزوج يكرهها وينفر منها، بل ويتحين الفرصة التي يتخلص منها، والله المستعان. فاحذرن أيتها النساء ولا تخربن بيوتكن بأيديكن. الله عز وجل أمر الزوج في القرآن الكريم بثلاثة أمور لكي يقوم زوجته: فعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع. فالآن بعض الرجال إذا جاء يعظ زوجته رفعت صوتها عليه، تبدأ هي تعمل له محاضرة، وإذا ضربها ضربا تأديبيا ردت عليه الضربة بعشر. بعض النساء تضرب زوجها، وإذا هجرها في الفراش تتركه ولا تسأل عنه، بل وخلاص تتعود على هذا الهاجر ويعجبها هذا الكلام ولا تتعظ، والله المستعان. وهذه المرأة التي هذه طباعها فلتحذر على نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا آذت المرأة زوجها في الدنيا صاحت بها أو نادت بها زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك أو ضيف عندك يوشك أن يرحل إلينا. فاحذرنا أيتها النساء، بارك الله فيكن، وتعلمن كيف ترضين أزواجكن وكيف تتوددن لهم بالكلام الطيب والقول المعسول الذي يأسر القلوب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.